نصيحة لاخواتي اللي شغالين في البريبات او التجهيزات او بيعمل المزمبلاص بتاع المطعم. بص يا اخويا، وانت بتعمل تسلق المكرونة، حط الملح بتاعك في المية وما تحطش الزيت في المية. ده في حالة لو انت ما عندكش باستا كوكر. الباستا كوكر هتحط الملح بتاعك في المية. ولو بتسلق المكرونة وبتحط المكرونة بورشونات عشان بتشتغل طول اليوم منها، عشان انت ما عندكش باستا كوكر، اسلق المكرونه بتاعتك نص سوا. ده في حاله لو انت هتخلي المكرونه عندك في التلاجة ومتقسمه بورشونات. اسلق المكرونه بتاعتك نص سوا. طب ليه يا شيف نسلقها نص سوا؟ نص سوا لانك انت كده بتطلعها من التلاجة وبتحطها من الكيس في ميه تانية، بتاخدها بلانشيه ميه سخنه عشان تسخن المكرونه بتاعتك. تمام كده؟ فكده بتخش في مرحله سوا، غير ان انت لسه هتلفها في الصوص فهتخش في مرحله سوا تاني. فكده ما بقتش الدنتي، بقت عجينه يا صاحبي. تمام. وخد بالك نقطه كمان، خد بالك منها قوي يا صاحبي، وانت بتعمل الصوصات بتاعت البريبات، اي صوصات خليها من غير ملح وفلفل. ولو في صوصات عندك بتاخد توم زي صوص طماطم مثلا، خلي الصوصات بتاعتك من غير ملح وفلفل وتوم. طب ليه يا شيف نخليها من غير ملح وفلفل وتوم؟ دخلك زبون دلوقتي بياكل اكل من غير ملح، بياكل اكل من غير فلفل، بياكل اكل من غير توم. طب انا هعمل ايه؟ هضطر اعمل صوص تاني، دبل ورك تاني في عز الالكارت، والصوصات عماله تخبط في البوتاجاز، وعاملين نحكي عاملين حكايه مع بعض انا واصحابي على الاوردرات المتاخره. فكده انا هعمل دبل ورك تاني عليا. طب اعمل ايه؟ الحاجه بتاعتي تبقى بلان، اخلي الملح والفلفل والثوم على البيك اب. على البيك اب يعني الاوردر يطلب اعمله. الزبون دخلك وطلب، انا ما عنديش دبل ورك، اشتغلت على طول. تمام كده؟ فخد بالك من الحته دي يا صاحبي عشان الموضوع ما يبقاش حلو. لو عندك نصيحه، ولو الوصفه عجبتك او ما عجبتكش، او عندك تعليق على الكلام اللي انا بقوله، قول لي في التعليقات. بشوف التعليقات وبرد بنفسي. دي رحله طعم مش مجرد وصفه. تابعني عشان اللي جاي ألذ.